السلام عليكم ورحمة الله. 148 دولة يدعمون قرار الجزائر بمعارضة المغرب والإمارات، وعمار بن جامع يرد بكل قوة ويفشل مخطط عمر هلال. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. قاد ممثل الجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة عمار بن جامع حربا دبلوماسية كبيرة استطاع من خلالها كسب تأييد ودعم 148 دولة لصالح قرار ناضلت لأجله الجزائر منذ سنوات. كان موجها ضد الكيان وداعميه في المنطقة العربية، وصوتت 148 دولة لصالح المشروع الجزائري الذي تقدم به مندوب فلسطين رياض منصور كأول قرار تطرحه فلسطين على المنتظم الدولي من أجل التصويت عليه بعد الدعم والحشد الدبلوماسي الهائل الذي قام به الوفد الجزائري المتواجد بنيويورك كشوق في حلق الكيان وأعوانه. وأيدت 148 دولة هذا القرار يدعو الكيان إلى ضرورة إنهاء الاحتلال، وهذا وقدمت الجزائر مشروعا آخر وتاريخيا ينتظر الرأي العام الدولي عرضه على المنتظم الدولي من أجل التصويت عليه. وكان أحمد عطاف قد دعا إليه المجموعة العربية واستجابت إليه فعلا، وهذا القرار تدعو إليه الجزائر من أجل تجميد عضوية الكيان من الأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله.